بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطابت مشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا. نسأل الله الحليم الكريم الذي جمعني وإياكم في بيت من بيوته على طاعته وحسن عبادته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله مني ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الصائمون، أيتها الصائمات، كنا قبل مدة نتحدث عن قدوم رمضان واستبشار المسلمين بفضائله وعظيم قدره وضرورة اغتنام نفحاته، وها نحن اليوم نتحدث عن وداعه وسرعة انصرامه. فهل استجبنا لفعل الخير فيه؟ هل استجبنا لفعل الخير الذي علمنا رمضان؟ والله تعالى يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إنما هي الأعمار تفنى والأيام يشد بعضها في بعض. تمر بنا الأيام تترى وإنما تساق إلى الأجال، والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب ولا زائر هذا الذي مضى المشيب المكدر. أيها الأحباب عمار بيوت الله، إن كان رمضان ضربة على الصيام فهل التزمنا حدوده ونهيه؟ كل واحد يتساءل أو يسأل نفسه. أيها المسلمون، المستقرئ لتاريخ الأمم والمتأمل في سجل الحضارات يدرك أن كل منها يعيش تقلبات وتغيرات ويواكب بدايات ونهايات، وهكذا الليالي والأيام والشهور والأعوام، وتلك سنن لا تتغير ونوامس لا تتبدل. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أولي الأبصار أصحاب القلوب الحية، هم أصحاب الأبصار الذين يرون بنور قلوبهم، كما قال أحد الصالحين: بابان عظيمان القلب إن رأتا خيرا أثرت في القلب خيرا، وإن رأتا شرا أثرت في القلب شرا. هذا القلب له دور وله بصيرة. الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده على من يشاء من عباده. أرأيتم أيها الإخوة الكرام لو أن ضيفا عزيزا ووافدا حبيبا حل في ربوعكم ونزل بين ظهرانكم وغمرتكم بفضله وإحسانه، وأفاض عليكم من بره وامتنانه، وأحبكم وأحببتموه، وألفكم وألفتموه، ثم حان وقت فراقه وقربت
لحظات وداعه فبما عساكم مودعوه، وبأي شعور أنتم مفارقوه، وكيف ولحظات الوداع تثير الشحون وتبكي المقل والعيون، ولا سيما وداع المحب المضيء لحبيبه المعنى. وهل هناك فراق أشد وقعا ووداعا وأكثر أسا والتياعا من وداعه الأمة الإسلامية هذه الأيام لضيفها العزيز؟ إنه شهر البر والجود والإحسان، شهر القرآن والغفران والعتق من النيران، شهر رمضان المبارك، والله المستعان عباد الله. لقد شمر الشهر عن ساق وأذن بوداع وانطلاق، ودان منه الرحيل والفراق. لقد فوضت خيامه وتصرمت أيامه وأزف رحيلا، ولم يبق إلا قليلا. وقد كنا بالأمس القريب نلتقي التهاني بقدومه ونسأل الله بلوغه، واليوم نلتقي التعازي برحيله ونسأله سبحانه قبوله. أيها الأحبة في الله، مضى هذا الشهر الكريم وما بقي منه إلا القليل، بقيت منه 10 أيام وختامه مسك، وقد أحسن فيه أناس وأساء آخرون، وهو شاهد لنا أو علينا. هذا الشهر شاهد لنا أو علينا، شاهد لنا بأعمالنا الصالحة أو شاهد علينا على تقصيرنا بما أودعناه من أعمال، شاهد للمشمرين بصيامهم وقيامهم وبرهم وإحسانهم، وعلى المقصرين بغفلتهم وإعراضهم وشحهم وعصيانهم. ولا ندري هل سندركه مرة أخرى أم يحول بيننا وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات. هذا الشهر المبارك من وفق لإتمام العمل والإخلاص فيه ومحاسبة النفس والاستغفار والتوبة النصوح في ختامه، فإن الأعمال بالخواتم، الأعمال بالخواتم. من قصر في هذه 20 يوما التي مضت فعليه أن يشمر في هذه الأيام الباقية، فإن الأعمال بالخواتم. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يجتهدون في إتقان العمل وإتمامه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا إلى قوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول مالك بن دينار رحمه الله: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال فضالة بن عبيد رحمه الله: لو أني أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة خيرا لي من الدنيا وما فيها. الله أكبر، هذا حال المشمرين. فرحماك ربنا وعفوك يا الله لحال المقصرين. ألا فسلام على شهر الصيام والقيام، سلام الله على شهر التراويح والتلاوة والذكر والتسبيح. لقد مر كلمحة برق أو غمضة عين، كان مضمارا للمتنافسين وميدانا للمتنافسين المتسابقين. ألا وإنه راح لا محالة، فشيعوه رحمكم الله
وتمتعوا فيما بقي من لحظاته ولا تضيعوه، فما من شهر رمضان في الشهر عوض ولا كمقتدره في غيره مفترض. شهر عمارات القلوب وكفارة الذنوب وأمان كل خائف مرهون. شهر العبارات السواكب والزفرات الغوالب والحضرات التواقب. كم رعفعت فيه من أكف ضارعة، وذرفت فيه من دموع ساخنة، ووجلت فيه من قلوب خاشعة، وتحركت فيه من مشاعر فياضة وأحاسيس مرهقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن تبلغنا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار.